وعليكم السلام. تفضل عرفنا نفسك للمشاهدين. أنا كريم التميمي أبو كاظم. من وين؟ من الكافة. من هم زملائك بالشعر؟ محافظة الأهواز. والله قليل، أكثر شيء أيوب زرقاني. نعم. صدام معاوي. نعم. أبو أمين الضبهم قاعد أنا وبنوفتين. سيد إبراهيم الغرابي، حميد السالي، وأكو أولاد من المحافظة مثل حميد العيداني وجعفر التميمي. اي نعم. والنعم. خليل من سربندر، خليل التميمي. بداياتك الشعرية إذا تتفضل لنا من أي عام وأنت تكتب الشعر؟ والله من 20 سنة أكتب الشعر. لحد الآن كم سنة؟ لحد الآن يصير 36 سنة. الله يطول عمرك والله يحفظك. فسؤال. تفضل. من شعراء الأهواز بمن أكثر تأثرت؟ كلهم افتخر بهم. بالفخر الكل عرس، لكن التأثير أي شاعر يتأثر له فد شخصية. فأنت بمن تأثرت؟ والله شو أقول لك، كلهم قلت لك تأثرت بهم، جميع شاعر متأثر بي. الله يعطيك العافية. ملا فاضل الله يرحمه، سيد إبراهيم الدهراوي، كاظم هدهد التميمي، الكل غدوة النهارده. نرجع بعد إذنك إلى أخينا أبو هزاع. حبيبي تفضل عرف لنا نفسك. أنا خدمتك أبو هزاع الحزباوي. فبداياتك الشعرية من أي عام؟ والله 3 سنين هسه ابتديت بالشعر. حبيبي. يعني دخلت بهاي الساحة لله الحمد. زملائك بالشعر؟ الزملاء اللي أمارسهم وكلوت وياهم إخواني جعفر يبدع الزرقاني الشاعر، أبو سام العبادي، كثير مش مسير كل عبد الله. يعني تدري شباب كنت عبد الله احنا كل وقت بيناتنا الجلسات والصداقة وعلى كنا سوا. الكل شرف لنا. أيضا السؤال قدمت للعم، من شعراء الأهواز بمن تأثرت؟ والله شعراء الأهواز هي شلون أقول لك، كل شاعر مثل وردة، إلا فرد عطر ولا فرد لون وإلا فرد ذوق. حتما كل حكي يطلع من أي شاعر يعني من لسانه وإلا فرد إبداع يستحق الحفظ والسمع، إحنا نتأثر به. هاي أول شيء. ولكن بداية مسيرتي يعني أنا حقيقة كان لي الشرف أتعامل مع الأستاذ أبو شروق الطرفي، وأستاذي الأديب أبو أمجد الحيدري، أبو خالد فريد العلاو، اللي هم أنا ما أقدر أحط لنا زميلي وأستاذ شعرانا وأساتذتنا. إيه يعني هذا أنا أقول من حظ، يعني من حظي السعيد اللي ماشيتهم وكنت وياهم مسيرتي. فنرجع بعد الشكر، نرجع أبو ذيه، نترادد أبو ذيات بين أبو هزاع والعم التميمي. الأخ التميمي، آسف أنا أعتذر. تتفضل أبو ذيه، مرادة أبو ذيات. أبو ذيه وإذا تحبون أنا أبدي بها. ابدي براحتك مش ما تريد. سبان أدعج رشيق الطول واشهل، رفع حاجب حرت مو عيد، خزرني وبريدان وطحت وشهل جمال البينا لاعب طوط حيه. الله جميل. تفضل. أقول ولا تراب لا من عسل متكون ولا تراب الكواعب ما حوت حسنه. ولا تراب لا من عسل متكون ولا تراب الكواعب ما حوت حسنه. ولا تراب الغير العين ما تنظر ولا تراب ولون ما اشوفه عم يصير هي. الله عليك. الله لمت روحي ولا لحظة لمتكم وعلى دروب الحتف حالف. لمتكم اشملم بيكم تطشرني لمتكم شبه من لم أذيت بلاوعي. الله. زمان بعسر عتروح وقدها ونيران الهضمبية وقدها حش السامع زهل الموش راعيها وقدها حش السامع اللي يظل يكرك بيوم الموزمية. الله. الدهر حش السامع الدهر كمشين فوق الزين والله ونشل صرة متاعب بيد والله. النعم نقمة تصير اوكات والله مثل ضربة خلاص براس حي. الله. تنانير النوايب صرت شامات ولو غير قليل العزم شامات تقل الروح وين الصبر شامات شايمت شامات اقلها الفرج عد رب البريد. الله. سواد تبين بعين شمسكم وحسك يا روض عشرتكم
نفعكم بالوغق زاد شمسكم أطق لو أشقف الجرحون دي. الله. وراح أحكي لك هذه الغزل وزن ماله للعراق وديت هذا يقول: يا حلو الحسد صدق مو طبع مو طبيعي ولكن حسن وجهك مو طبيعي من طعم الشفايف مو طبيعي علينا ونشتري صبح ومسيء. عجيبة شلون تسألني شحب بيك وغليل اللي ينوجد مثلك. مثل وردة وعطر فاحت شحب بيك نفس ريتي قبل شفت دنيا. خلنا نحكي بس. تفضل خدمتك. عطر خدك يناهن عجن ديبان وشوي ابتدينا بالغزل. عطر خدك يناهن عجن ديبان وخليت القلب من غير ديبان. لبسك حصر والمضموم ديبان. اللي يشوفك يظل يمشي بلا وعي. ظاهر سر محبتي وياك ما خفوا إلك كل ما أوزن الشوق. أنا بمحراب صدرك أبد ما خاف الذنوب وياك رحمة تصير لي. وأنا لا أحكي غزل وأعيد غنيدي وخاور. سألت الراح والما راح والرد على حظ بالظهر فالات. الخلق يوم انشتلت عاقول ورد ونجور صبح بالزيز ليه. شكرا لكم على هالأبوذيات الجميلات. نرجع لأبو هزاع يسمعنا قصيدة إذا ممكن. أنا خدمتك حبيبي. شريت سنين حبك من بعد دنياي غشني بشكلهن غير باطنهن. حيطان السجن بلوان مصبوغات وعمت عين الشمس بالحسرة ظلمتهن. أرض وعرة وحفر نيتك شفتها وياي وخذاني الليل غفلة وماني ماشلهن ولا حرثة تصح وجدامي هم حفاي لبست الشوق حتى بهم تعبرهن. كل يوم اللي يطوف ترحم على الجاي وكحة تمر علي ساعات نابلهن فرسني وعلي شباك منها محاط ويشيه بتحزمن ورداف كل طقهن. قسمت وياك بتبيت بغصب تنقاد. تحملت الذنوب الماني فاعلهن. عشت ديرة غرب فصلية بين أعداء يعيرن بسكوتي وبيا لاسنهن. لكن لسان استجروح بيه غماق وملح عند الحكي من طريه يصمتهن. بلعت النار خايف من لهي بالعار الشماتة ثياب ستر بضحكة تحركهن. ظفرت دموع بيه وقبعتها وياي ومثل كل حرة تالي الليل فرعهن. أشد خيط الدمع علا أطيح وياه عجبت بروحي حتى أيامي يلضمهن. يكتني الهضم أطشر على القاع ظل سبحة صبر بجفوفه يفركهن. ما شفتك شمس وتريد من أيام وقفت بعيني ليل بياض واحسبهن. تتساوى يصير بشرعك الأحزان بس شرع الحزن أصنافه يعرفهن. أشم عطر الفرح من بيت هذا وذاك ويتامة بات بي بدمع أشبعهن. أضحك على الضحك بس مالي عرفوا ياه إذا شامت يمرني شفاف عدلهن. كذب ضحكي ويكذب الدمعة التمساح إذا يحزن صدق ضحكات صدق. إذا يحزن صدق ضحكات صدق. أحسنت يدك العافية على الكلمات الرائعة. وأيضا نرجع إلى الأخ وليس العم فنسمع زهيريات إذا تسمعنا تشرفنا. زهيريات موعظة. اي نعم تفضل. أقول كندوب نطبخ صبر من الدنيا ونفر تفنينا كنا يا خي ما يظلم منا. لا وين قلنا غدي منها بيا طريقة نفر كم حاكم الغرته وبيها تكبر هلك أجيال قبلك خلت شاوين قل لي هلك والمشى بيها تعب شلت جدامه وهلك ما نوصل لحدها لو نطوبيها ونفر من هالدنيا نشرد وين ونفرت هلكنا ولا تخلي شخص ونفر لو نمشي بطرق خدوم ونفر هلك بيهن ونعثر بالمنية. النوايب هم علي ذبا وقطان الغهر حال ببسط قلبي الكلون وصرت سمشلهم زفر من نشبع وقالوا علي دنياي هدمت حيلي وزوري ولا غطاني في ربعي وزوري شبش ترق لا صادق وزور وشبش غير تصيد الحوت هي. أحسنت. شكرا لأبو هزاع. شكرا لأخينا التميمي. فبغى سؤال هنا. تفضل. ما هي نصائحكم
للشعراء الشباب الجايين للساحة. تفضل أستاذ. بالعرض والشيء الغوي يقدمون للمجتمع. الله يعطيك العافية. والله نصيحتي للإخوان، وأول شيء أنصح نفسي لا يستبدون برأيهم، يكون عندهم تواضع. يعني الشاعر ما يغوى إلا بالنقد البناء وليس الانتقاد المنهدم. إذا يسمع نقد بناء من شاعر أو من حتى لو من إنسان، شوف أوقات أكو فرد سالفة صغيرة أطريها من لفاظة كان كاتب له قصيدة أو أبو ذي ما أدري هسه، وكان حاط بيها بمكان شان نفسي. فرد منتزلي عندنا كان عجمي بالفلاحية، سمع هاي القصيدة راح للملا قال له ليش تحط شاه نفسي؟ حط ملك نفسي والوزن ما يختل. قام لأجلاله لأن هاي الكلمة 3 مرات وقعد. الله. يعني الإنسان الشاعر يكون يوصل هيك مرحلة تواضع، يقبل النقد خاطر يقدر يصير شاعر. إذا ما يقبل النقد ما يصير شاعر. فيقول الإنسان المغرور كالطير الطائر، كلما ارتفع بالسماء صغر. فنهاية تسجيلنا ولقائنا أتشكر منكم. أنا شكر من حضرتك أتشكر منكم والأستاذ حبيبي، جزيل الشكر. ومن شاعرنا الكبير ظهري آله، ومن شاعرنا الكبير أبو أمجد الحيدري ومن بقية أبو فيصل الأستاذ فيصل الجماعة. أشكركم كلكم. ظهري آله. نعم. وانت عازف بخنجرك تعزف وشرياني وتر، وشلون ما تضربنا اضحك لك لحن. شكرا. شاهدونا على موقع كارونيات. شكرا.